السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة كتف العارضة، أهلا وسهلا بكم في موسم كروي جديد في الموسم 2018-2019 من الدوري الممتاز المصري. إن شاء الله الفيديو هتكلم عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمباراته الأولى في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز أمام نادي الإسماعيلي، والمباراة إن شاء الله هتتلعب يوم الخميس القادم الساعة 9 بتوقيت القاهرة على استاد ملعب الإنتاج الحربي. إن شاء الله الأهلي قدر يعدي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق تاونشيب بنتيجة 1-0 هناك في أرضه، وقدر الأهلي يكون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الترجي الذي يتصدر برصيد 10 نقاط. الأهلي لعب المباراة أمام تاونشيب بالتشكيل التالي، وبناء على التشكيل هننزل التشكيل بتاع النادي الأهلي أمام الإسماعيلي إن شاء الله في أولى مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز المصري لأسبوعه الأول. الأهلي لعب في حراسة المرمى محمد الشناوي، في قلب الدفاع من ناحية اليمين محمد هاني نظرا لإصابة أحمد فتحي، في قلب الدفاع سعد سمير وكولوبالي الذي أحرز هدف الفوز للنادي الأهلي، على الشمال علي معلول. خط النص كان موجود عمرو السولية وحسام عاشور، قدامهم وليد سليمان، على اليمين جونيور أجاي مؤمن زكريا بالتبادل أطراف، راس حربة وليد أزارو. ده التشكيل اللي لعب بيه النادي الأهلي أمام فريق تاونشيب. الأهلي إن شاء الله التشكيل اللي هيبدأ بيه أمام الإسماعيلي هيكون عامل إزاي نظرا لإصابة أحمد فتحي وإصابة جونيور أجاي اللي هيغيب إن شاء الله، أو هيغيب اللي جونيور أجاي هيغيب ما لا يقل عن 4 شهور خلال الموسم ده، بمعنى ان الدور الأول هيروح عن جونيور أجاي. فعلى بركة الله هنبدأ التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام مباراته القوية أمام نادي الإسماعيلي، مباراة ديربي زي ما احنا عارفين من التاريخ. فهيبقى محمد الشناوي حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، سعد سمير وكولوبالي وعلي معلول دول في مناطق الدفاع. أما في نص الملعب فمعروف هيبقى عمرو السولية وحسام عاشور، وقدامهم وليد سليمان، وناحية الشمال هيكون مؤمن زكريا، وراس حربة هيكون وليد أزارو. الناحية اليمين مين اللي هيكون مكان جونيور أجاي؟ هيلعب بباكا ولا هيلعب بميدو جابر؟ لسه حاطينه في القايمة بتاعت النادي الأهلي لحظات في اللحظات الأخيرة، يعني أنا ممكن أتوقع يلعب بباكا على حساب جونيور أجاي للإصابة، بس انا مستبعده عشان مش خد رتم المباريات، فهيبقى موجود ميدو جابر، وهيبقى طبعا اسلام محارب كورقه تغيير، والا لو هيفاجئنا وهيبدا بميدو جابر. ده تشكيل النادي الاهلي المتوقع ان شاء الله لمباراته امام الاسماعيلي في الاسبوع الاول من الدوري الممتاز المصري، ودي للتاكيد هتتلعب يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهتتذاع طبعا على قنوات اون سبورت وقنوات نايل سبورت ودي ام سي سبورت والقنوات اللي نازلة جديد. حبيت انوه واقول على حاجة قبل ما انهي الفيديو، هتوحشنا يا عماد يا متعب يا صاحب ادي الحسمة بلس 90، وداعا وان شاء الله نشوفك اعلامي كبير، هنفتقدك في الملاعب بتاعتنا مع النادي الأهلي وأهدافك المصرية مع نادينا العريق، ونشوفك إن شاء الله إعلامي كبير في المجال الرياضي. في النهاية لو الفيديو عجبكم أتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا اشتراك على القناة، وأتمنى منكم حاجة كمان إنكم تتوقعوا نتيجة المباراة، سواء فوز أي من الفريقين، سواء النادي الأهلي أو لا قدر الله النادي الإسماعيلي، أو تعادل الفريقين. وعاد اشوف منكم انتوا وجهة نظركم التشكيل المتوقع في التعليقات تحت. ومفاجأة احب اقولها لكم بقى، مش بقت مفاجأة لان انا بصور الفيديو بعد ما انهيت الماتش، نادي الزمالك خسر اول نقطتين امام بتروجيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.